شهدت بطولة كأس الخليج الثالثة التي أقيمت في الكويت في 15 من مارس من عام 1974 منعطفاً جديداً وتحولاً هاماً في مسار البطولة، إذ سجلت الظهور الأول للمنتخب العماني ليرتفع عدد المشاركين إلى 6 منتخبات قسمت إلى مجموعتين وسبقها دور تمهيدي. وضمت المجموعة الأولى الكويت صاحبة الضيافة والعناب القطري والوافد الجديد المنتخب العماني، بينما جاءت المملكة العربية السعودية على رأس المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والبحرين، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة. الكويت هني كان لها استعداد على مستوى المسؤولين الكبار الرياضيين وحتى على مستوى الدولة، حيث ان هناك جهزت 3 استادات: استاد نادي الكويت، استاد نادي القادسية في تلك الفترة قبل لا يسمى محمد حمد، واستاد النادي العربي قبل لا يسمى استاد صباح السالم. تم اختيار استاد نادي الكويت لمكانه لسهولة الوصول والخروج منه، موقعه ان تكون دورة الخليج هي البطولة اللي راح تقام عليه. أيضاً وهناك كان في تحول آخر اللي هو نقل لأول مرة تلفزيون دولة الكويت هذه المباراة بالألوان، واعتقد ونقلت المباريات كذلك لدول الخليج عن طريق تلفزيون الكويت وبث مباشر لمشاهدة مباريات. واعتقد الجماهير اللي حضرت في هذه البطولة هي قياسا بالجماهير في البطولة الأولى والبطولة الثانية كانت نسبتها جدا مرتفعة، عدا حضور نقول احنا الجماهير مو من الجانب الرجالي، أيضا من الجانب النسائي في الكويت، وتشجيعهم للمنتخبات وتشجيعهم ومؤازرتهم منتخب الكويت. وكل هذا راح تشاهدونه في دورة الخليج اللي أقيمت في الكويت في سنة 1974. ولن تمحى من الذاكرة صورة افتتاح البطولة بحضور أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح، وذلك في استاد نادي الكويت الذي أقيمت فيه جميع مباريات البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح دورة
كأس الخليج العربي لدورة كرة القدم، متمنيين للجميع النجاح والتوفيق مع أطيب تحياتنا، والسلام عليكم. وواجه الأزرق في الدور التمهيدي نظيره الإماراتي حيث فاز عليه بهدفين نظيفين. أسود حوطي ود قاسم فتحي كرة مع فتح جميل، محاولة فتح جميل، جول جول الله فتح جميل، حطوا الجول فتح جميل حلوة. بعد ما لعبنا مع منتخب الإمارات في الدور التمهيدي وفزنا عليهم 2-0، سجل جاسم هدف وعلي الملا هدف. لعبنا في دوري المجموعات وهذه أول مرة، لأن في 6 منتخبات توزعت، كانت مجموعة الكويت المنتخب العماني وكذلك المنتخب القطري ومنتخب المملكة العربية السعودية مع منتخب الإمارات ومنتخب البحرين. ولعبنا أول مباراة فزنا على منتخب عمان 5-0. التقى منتخبنا الوطني شقيقه المنتخب العماني في مباراته الثانية بدور المجموعات، والتي انتهت ب5 أهداف مقابل لا شيء تناوب عليها جاسم يعقوب و3 من إمضاء علي الملا، في حين سجل الهدف الخامس الفارس الأسمر فتحي كميل. وواجه الأزرق بعض الصعوبات في لقائه الأخير بدور المجموعات، حيث وقف المنتخب القطري ندا قويا لمنتخبنا الوطني، ولكن الخبرة مكنت أصحاب الأرض من الخروج فائزين بهدف يتيم حمل توقيع المرعب جاسم يعقوب. في الدور نصف النهائي فرض الموج الأزرق سيطرته واكتسح منافسه الأبيض الإماراتي ب6 أهداف دون رد، جاءت عن طريق المرعب جاسم يعقوب الذي أحرز 3 أهداف، فيما سجل كل من محمد شعيب وحسين محمد والنجم فتحي كميل هدفا لكل منهم. المباراة النهائية كان عرس وعرس كبير، لدرجة الجماهير السعودية يعني شيء مو طبيعي، حضورها للمباراة لدرجة ما لقوا كراسي، وفي بعضهم بقوا خارج الملعب، ما في أماكن، يعني الأعداد كانت مهولة، لأن المنتخب السعودي ما كان سيء، المنتخب السعودي كان إذا فاز بالدورة يستحقها، لأن أثبت في مستوى عالي في هذه البطولة. لكن منتخب الكويت أعتقد عنده لاعبين مميزين، بالذات فتحي كميل في تلك البطولة كان لاعب أعتقد فرض نفسه على الجميع بمهارته بأدائه بسرعته، إلى جانب كان معاه لاعب يسمى الثعلب محمد شعيب، أعطاه كرات بينية في مباراتنا النهائي، سجل فتحي هدفين وحمد سجل هدفين. وفي العرس الختامي ترقبت الجماهير الموقعة الفاصلة بين الأزرق الباحث عن لقب ثالث على التوالي والأخضر السعودي الساعي لرد الدين، ولكن إصرار أبناء الكويت كان واضحا منذ البداية بعد أن تقدموا بهدف مبكر بواسطة الفارس الأسمر فتحي كميل. ترجع في العرض يلعبها جاسم يعقوب، ياخذها في عرض الملعب يلعبها شعيب، شعيب يريح بيطول فتحي جميل، فتحي جول جول حطها فتحي جول حطها فتحي جول كرة حلوة يا ربي، حلوة كرة حلوة منقولة 3-4 فتحي، يا الفارس يا الأسود يا الفارس الأسمر، الفارس الأسمر فتحي جميل بياخذها قدام وبيحطها داخل الجول، محرز الهدف الأول في أول دقيقة من الشوط الأول من المباراة. ولم يمهل أزرقنا خصمه
حيث باغته بهدفين آخرين عن طريق النجم حمد بوحمد. وفي الشوط الثاني أكد النجم الساطع في تلك البطولة فتحي كميل أحقية منتخبنا في حصد لقب الدورة الثالثة بإحرازه الهدف الرابع، لتنتهي مواجهة ديربي الخليج بانتصار الكويت على السعودية برباعية رائعة. واصلت الدورة رحلة التناوب على تنظيمها بين الدول الخليجية لترسو محطتها الرابعة التي أقيمت في 25 من مارس من عام 1976 في قطر بمشاركة المنتخب العراقي للمرة الأولى، ليرتفع بذلك عدد المنتخبات المشاركة إلى 7 منتخبات في المسابقة التي أقيمت مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد. تأتي البطولة الرابعة لها أهمية كبيرة. البطولة الرابعة أخذت منحنى أو منعطف جديد للكرة الخليجية بدخول المنتخب العراقي القوي المعروف بسمعته يعني في مستوى الدول العربية، إنه راح يكون منافس هو أو إن المنتخب اللي راح يخطف الكاس منتخب الكويت. لذلك أصبحت هذه البطولة بنظام الدوري، لأن أصبح عندك 7 منتخبات حاليا. في الكويت كانوا 6 ولعبوا دوري مجموعات، الحين 7 ورد نظام الدوري مرة أخرى. أول مباراة كانت مع المنتخب القطري، فزنا عليهم بالافتتاح 4، 1 سجله جاسم و2 سجلهم فيصل ولاعب سجله الآخر عبد العزيز العنبري. هذه بداية البطولة، لكن في البطولة هذه أحداث، في هذه البطولة أمور كثيرة في هذه البطولة للحين اللي عاشوها ما ينسون ذكرياتها. إن شاء الله حنا وياكم ونتحدث عن هذه الأمور. وضعت القرعة منتخبنا الوطني في مواجهة صاحب الأرض والضيافة المنتخب القطري، ونجح أزرقنا في اختباره الأول بتخطيه شقيقه العنابي برباعية بيضاء. أحرز الهدف الأول المرعب جاسم يعقوب، فيما أحرز الملك فيصل الدخيل الهدفين الثاني والثالث
والمخلص عبد العزيز العنبري الهدف الرابع. اللعب طويلة قدام. يا سلام. فيصل جول. كان جول. يا فيصل يا فيصل. طه بيومي هو رقم 12 اللي لعب بدل منه. طبعا راح اشوف الرقم اللي ناقص. اللعب هجمة خطرة منتخب الكويت وراح لبعض العمل الجول. المباراة الثانية كانت من نصيب المنتخب العماني. 8 اعتقد قاسية تكون في دورات الخليج، والمرة الثانية شارك فيها. وشهد اللقاء الثاني لمنتخبنا أمام شقيقه العماني غزارة تهديفية، حيث لم يجد نجوم الأزرق أي صعوبة في زيارة شباك الحارس العماني عبد الأمير البلوشي 8 مرات. فقد دون جاسم يعقوب اسمه من ذهب بتسجيله أول سوبر هاتريك لمنتخبنا الوطني في المحفل الخليجي. كما أثبت فيصل الدخيل بأنه هداف قادم بقوة بعد إحرازه هدفين. وكان نصيب حسين محمد والمرحوم فاروق إبراهيم هدف لكل منهما. شوف، كرة القدم دائما تعلمك دروس. احنا خلصنا المنتخب العماني 8-0، يجيك المنتخب الامارات تتوقع انك انت بتفوز عليه، تتوقع ان الفريق هذا جايك مو خايف عقب الثمانية، لكن انك تطلع تتعادل وتضيع فرص، وتضيع عليك فرصة كبيرة انك انت تواصل، خاصة ان كان المنتخب العراقي تعادل قبل مع المنتخب القطري، ولو انت ممكن انك انت تفرق، يعني لما تفوز عليه، انه متعادل خسر نقطة، كان نظام النقطتين وانك انت تكسب نقطة وتستمر. لذلك تعادلنا واصبح الوضع على ما هو عليه. تجاوز حامل اللقب منتخبنا الوطني في لقائه الرابع أمام شقيقه البحريني صدمة مباراته السابقة، فنزل بكامل قوته وتخطى الأحمر البحريني بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين. افتتحها جاسم يعقوب قبل أن يحرز عبد العزيز العنبري هدفين، فيما أضاف سعود محمد الهدف الرابع وفيصل الدخيل الخامس. في حين سجل هدفي البحرين جوهر الماس الذي سجل أحد أجمل أهداف البطولة، والنجم خليل شويعر. عاد هني تيك المباراة المنتظرة، مباراة اللي كل من يترقبها، مباراة اللي يعني الناس كانت تبي تشوف قوة المنتخب الكويتي وخبرته وشون فاز في دورات الخليج. مباراة مع المنتخب العراقي، الند القوي اللي مستمر بفوزه في مبارياته إلى أن غاب منتخب الكويت. وفعلا كان المنتخب العراقي سباق في هذه المباراة، انه يسجل علينا هدفين وينتهي الشوط الأول وفايز علينا 2-0. لكن المنتخب الكويتي دائما منتخب عنيد، ما يرضى بالهزيمة ولا يرضى انه يفرط في كاس عزيز عليه مثل كأس الخليج. وانتظرت الجماهير بشغف مباراة القمة بين الأزرق الكويتي وخصمه الأخضر العراقي، حيث تقدم أبناء الرافدين بهدفين عبر صباح عبد الجليل وعلي كاظم، ولكن عزيمة أبناء أويا مال ظهرت بقوة عن طريق المرعب جاسم يعقوب والملك فيصل الدخيل، ليخرج الطرفان بتعادل بهدفين لكل منهما. والحمد لله انهينا هذه المباراة بالتعادل، لكن ما ندري شنو اللي جاينا بعدين، ولا احنا عارفين شنو اللي مخبي لنا، بس لكل حادث حديث مثل ما يقولون. وتوقع عشاق الكرة الخليجية أن يثأر المنتخب السعودي من منتخبنا الوطني،
غير أن رفاق المرعب كانوا في الموعد وتمكنوا من هزيمة الأخضر بنتيجة 3 أهداف لهدف في مباراة شهدت تألق فيصل الدخيل الذي أحرز هدفين ورفيق دربه جاسم يعقوب صاحب الهدف الثالث، بينما سجل هدف السعودية الوحيد اللاعب خالد سرور. الله أكبر يا فيصل، كون مرة ثانية لعبت لعب قدام جاسم يعقوب، جول 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 جاسم يمينه يمين جاسم هذه يمين، شوفها يمين جاسم، حطها بالجول، حطها جول جاسم يعقوب. حلو 3 منتخب الكويت دقيقة 19. مباراة المنتخب السعودي ما كان في تلك البطولة المنتخب اللي نقول عنه يعني اللي ينافس او انه جاي حق بطولة، لكن المنتخب تحترم تاريخه، تحترم اسمه، تحترم لاعبينه، تحترم يعني قوته، وهذا اللي اقوله، يجب انك تحترم كل فريق مهما يكون مستواه. لكن كان عندك يعني هدافين متميزين يعني جاسم وفيصل، وقدرنا ننهي المباراة ب3-1، وهني ننتظر عاد احنا والمنتخب العراقي المباراة النهائية المثيرة اللي راح يحسم من خلالها من راح يكون بطل دورة الخليج 1976. وتحققت أمنيات الجماهير المحبة للتشويق بعدما نالت مرادها برؤية نهائي مثير بين منتخب توقع له أن يزيل الهيمنة الكويتية وهو المنتخب العراقي، وطرف جبل على التتويج باللقب وهو منتخبنا الوطني. فكان الأزرق أهلا للتحدي حينما تقدم بالنتيجة بواسطة عبد العزيز العنبري، وعاد المخلص مرة أخرى ليسعد جماهير الكويت المخلصة بهدف ثان قبل أن يحرز المرعب جاسم يعقوب هدفا ظل في الذاكرة من كرة ثابتة عجز الحارس رعد حمودي على التصدي لها. حسين محمد وفاروق إبراهيم وجاسم شاط في الجول ولعب جول، شاط في الجول ولعب جول، جاسم يعقوب حطها يزيدك يا ربي. شلون شوف شلون فرنسية برازيلية عرضية جول فوق راس اللاعبين، الحيطة اللي معمولة توصل الدش على رعد حمودي، جول. شوفوها جول. وحملت الثواني الأخيرة الكثير من الإثارة والندية بعدما أبعد الحارس الأمين أحمد الطرابلسي كرة ثابتة وصلت إلى المخلص العنبري ليحرز الأخير بسرعته المعهودة هدف البطولة للأزرق ويؤكد أحقية الكويت في التربع على منصة التتويج. المباراة كانت غير طبيعية، نهائي من أروع لحتى الآن لم أشاهد على مستوى دورات الخليج نهائي مثير مثل ما حصل في دولة قطر 1970. أول شيء نهائي كان يوجد فيه لاعبين على مستوى عالي من النجومية والأسماء من المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي، جماهير أعتقد اكتظت بالمدرج اللي يشيل له خلينا نقول بحدود 50,000 يعني 55,000. الأستاذ خليفة كان كبير يعني ما كان صغير. المسؤولين اللي حاضرين الرياضيين لمتابعة هذا الحدث الكبير، لأن قبل 2-3 أيام الناس عارفة من اللي راح يلعب في هذه المباراة. مسؤولين من خارج طبعا نقول الخليج جاوا بدعوات لمشاهدة هذه المباراة. المنتخب الكويتي كان على قدر كبير من المسؤولية، المنتخب الكويتي كانوا رجال في تلك المباراة، قدروا أن يتعاملون مع هذه المباراة بهدوء وبتركيز وباحترام للفريق اللي أمامهم وبروح عالية قتالية اللي من بداية المباراة كان هو المسيطر فعلا في أغلب أجزاء المباراة، استحوذ على الكرة، قدر أنه يطبق ما يطلب منه المدرب، كل لاعب بالملعب، اللعب الجماعي، اللعب الفردي، الواجبات كلها قاموا فيها اللاعبين.
نهائي فرحنا في أهل الكويت، خليناهم يعني يعيشون بتصوري مو يوم أو يومين، سنة وسنوات، لأن الحكي اللي انقال إن المنتخب العراقي ياخذ البطولة من الكويت ما قدروا. على النبي صلوا على النبي. يبنى الكاس وردينا، رحنا هناك ومرينا 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 يبنى الكاس وردينا، هناك ومرينا يبنى الكاس وردينا، رحنا هناك ومرينا يبنى الكاس وردينا، هناك ومرينا الكاس وردينا، يبنى الكاس وردينا، رحنا هناك ومرينا يبنى الكاس وردينا، رحنا هناك ومرينا يبنى الكاس وردينا، لما راحوا للعبور بيضوها بكل طريق، 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 عزموا وما يرجعون إلا في كاس الخليج، 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 إلا في كاس الخليج، رحنا هناك ومرينا يبنى الكاس وردينا، رحنا هناك ومرينا يبنى الكاس وردينا، رحنا هناك ومرينا يبنى الكاس وردينا.